السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. والأهلي وصل لنا النهاردة العيدية. وكولر بثلاثية جديدة. يعني تسلم يا جدي على العيدية يعني. الثلاثية رقم 9 في الدوري السنة دي. وثلاثية ونتيجة كويسة جدا، في ظل انك يعني يعتبر فاضل لك 3 مباريات. حسم الدوري يعني مرتاح. تحسم الدوري بقى وتركز على الكاس وتركز على السوبر وتريح لعيبتك بقى وتدي اللعيبة التانية. اللعيبة التانية تاخد فرص بقى. فرص وتلعب مباريات، بحيث برضو تبقى مجهزهم للموسم الجاي. آه، النهاردة الأهلي بدأ بضغط عالي وتمريرات كتير، بس كان لعب سلبي كله في نص الملعب. بس يعني انت فضلت لحد الدقيقة 9. يعني بانت خطورتك. أول خطورة بتسديدة من ديانج، صدها أبو جبل. وبعدها بحوالي 8 دقايق فاول على حدود المنطقة. ونقول بقى على الفاول ده، ياه. أخيرا يعني أنت بقيت تستغل الفاولات. بقينا نسجل فاولات، الواحد بيحلم يا جماعة أقسم بالله يعني. احنا آخر مرة سجلنا فاول يعني من 3 4 سنين تقريبا تقريبا. يعني الفاولات دي يعني كنا بنتعامل معاها بطريقة زي الزفت حرفيا. انك تقدر تستغل الفاول وتسجل منه، يعني دي حاجة تتحسب لكولر اللي قدر يطورك في الكور الثابتة سواء ركنية ولا فاول. بقيت تستغلها بطريقة أحسن من اللي انت كنت الفترة اللي فاتت كنت بتستغلها بيها. يعني انت قدرت تسجل أهداف حاسمة كتير من الركنيات. وابتديت أول النهاردة يعني تسجل من الفاول يعني. طب ما الحياة سهلة هي يا جماعة، أمال انتوا تعقدوها علينا ليه يعني؟ وبعدها في الدقيقة 30 فضل لعب سلبي. يعني لعيبة البنك ابتدت تفتح الخطوط بتاعتها وابتدت تهاجمك. لحد الدقيقة 30 الأهلي بجملة تكتيكية معلول واداها لعبد القادر على حدود المنطقة كده يعني بره المنطقة. عبد القادر هيأ لنفسه بطريقة كويسة جدا. وتسديدة عالمية يعني جون أرض. الفن يا عبد القادر والله، يعني ما انت يا اسطى مفيد اهو يا اسطى وحلو. يعني في ايه ما تبقى عندك فعالية كده على الجون وتسدد، يعني لازم ترقص 2 ولا 3 ولا 4. يعني الفعالية برضو بتفيد اهي. يعني التسديدات مثلا بتخلص لك مباراة. التسديدة مثلا ممكن في مباراة، يعني فريق قدامك غيتت دفاعيا حرفيا. تقدر تنهي لك مباراة واللي هي تهدي الريتم عنك يعني. وفضل الأداء بقى الريتم هادي، والأهلي بيعمل تمريرات كتير في نص الملعب ويهدي لعيبته وكده. لكن بتمرير اسيست من تاو، المهاجم بتاعك اللي بقى تايه. يعني في الدقيقة 42 انفراد لمحمد شريف يضيعها بطريقة غريبة. يعني انت كان قدامك تنهي احسن من كده، وكان ممكن تعملها لوب مثلا. او تركن الكرة يعني بطريقة احسن من كده، يعني انت راكنة ضعيفة جدا. آه نبدأ. يعني خلصت انت 47 دقيقة بهدفين يعني. كان قدامك تخلص ب3 أو 4 كمان يعني. بس هي يعني كمجمل أداء كان كويس يعني. كويس جدا. تبدأ بقى في التاني. بريتم هادي قوي جدا كمان. يعني يعتبر أول هجمة جت الأهلي في الدقيقة 57. الدقيقة 57 يجي لك كور، بس انت كان عند في حدود المنطقة، بس انت بتعمل ميس باص كتير يعني جدا. يعني كان قدامك ميس باص كتير، وبعدها في الدقيقة 64 اليو ديانج يوصل الكورة من بيرستو لعبها له بطريقة جميلة جدا رغم ما كان عليه ضغط. لعبها له كده. لعبها له مرتاح، قام مديها نفس المهاجم بتاعك اللي بقى تايه برضو. يعني يا اسطى هو انت مديون ولا في ايه بجد؟ يعني نفسي تفوق والله وترجع يعني لحالتك. نفسي يعني تجيب حتى ربع مستواك. انت يعني الجون حاسه هيديك ثقة يعني ويرجعك لمستواك أحسن. يضيعها برضو يركنها في الزاوية القريبة، بس أبو جبل يصدها برضو. ينزل تغييرات كتير. ينزل القندوسي، وينزل كهربا، وينزل محمد الضو كريستو اللي أخيرا ظهر معانا اهو. ومحمد فخري وطاهر، بس كانوا في دقايق متأخرة جدا. وبعدين بقى يعني لعب سلبي
لعب سلبي وأداء اللي هو يعتبر أنت بتريح لعيبتك بتعمل تمريرات كتير وفي نص الملعب وعلى حدود المنطقة وخلاص. بس احنا عندنا عيب يعني رهيب جدا: استغلال الهجمات المرتدة. يعني احنا رحنا بأكتر من كورتين. يعني عندنا في اللمسة الأخيرة في الهجمات المرتدة دي بنعملها زي الزفت: يا إما كورة بنطولها زي اللي طول فيها قبل كده، اللي طول فيها في المراوغة واتقطعت منه. وفي كرة تاني كانت رايحة لكريستو بس يعني كانت جاية له طويلة برضه. يعني احنا لازم نستغل الهجمات المرتدة دي بطريقة أحسن من كده. يعني احنا كان قدامنا خلص المباراة دي 5 أو 6 مرتاح يعني. آه بس يعني الحمد لله. الحمد لله يعني على النتيجة عامة. بس انت لازم تحسن من نفسك في نهائي الهجمات اكتر من كده يعني، وتبقى طماع على الجون اكتر من كده، وتبقى عايز تزود النتيجة وتجيب الرابع والخامس والسادس. بعدين القندوسي يعني عمل كذا كورة كده فيها استعجال وفيها مسباص. بس ميزته اللي هو بيقدر يعني لما الكرة تتقطع منه يضغط لحد ما يجيبها تاني ويرجع، وعنده كنترول حلو على الكرة يعني. يعمل اسيست محمود عبد المنعم كهربا الفولت في الدقيقة 93. يعني واستلمها حلو وركنها، يعني ركنة جميلة جدا. ركنة بقى فعلا دي يعني فيها فن أوي. اللي هو يعني لمح الجون خلاص اترمى بالزاوية، قام لاعب بقى في الزاوية التانية على عكس عدلة الجون. يعني ثلاثية لذيذة، يعني تقربك خطوة بخطوة إنك تحسم الدوري. خلاص يعني فاضل على الحلو 3 تكات. الحمد لله. فوز مهم جدا يقربنا أكتر وأكتر من حسم الدوري. عندنا مباريات جاية مهمة. الفوز بكل مباراة فيها خلاص كده انت تبتدي تريح لعيبتك الأساسية، وتدي اللعيبة البودلة بقى فرص، وتدي اللعيبة الصغيرة فرص، وتبتدي بقى تركز على البطولات التانية الجاية تبقى بطريقة أحسن. وتبتدي بقى اللي هي يعني تعمل فترة إعداد كده للعيبة بتاعتك، بحيث يبقى كل اللعيبة بقى كل اللعيبة اللي عندك محافظ عليهم من الإصابات. في نهاية الحلقة بتاعتنا هنقيم اللعيبة. محمد الشناوي 5. يعني جه عليه كورة ولا كورتين واتعامل معاهم بطريقة كويسة، منها كورة صدها من أحمد ياسر كانت قريبة من يعني 6 ياردة كده. كويس اتعامل فيها بطريقة كويسة. عبد المنعم فاز بكل الالتحامات ويعني عبد المنعم يعني بيديك ثقة كده وتقل كده في الدفاع، بس كان ليه غلطة النهاردة. يعني كان عنده ثقة زيادة فيها، كان هيدي اسيست بس الكرة كانت تسلل يعني من الأول. 7 عبد المنعم. ياسر إبراهيم أداء رجولي جدا. أداء رجولي جدا المعتاد من ياسر. 6.5. محمد هاني أداء دفاعي جامد، ويعني في الكور الهجومية اللي طلع فيها يعني عمل عرضيتين ولا 3، بس هو كمجمل يعني 7. علي معلول نجم المباراة طبعا، يعني جون واسيست وجون من فاول وكذا كرة لعبها عرضية بس كان فيه سوء توفيق. 9.5 العالي معلول. أليو ديانج. أليو ديانج ابتدى يعني يفوق ويرجع يستعيد مستواه وقطع الكور بطريقة أسرع، ويطلع بهجمات بطريقة أحسن ويعمل أسيستات وحاجات كده يعني. 7 أليو ديانج. مروان عطية القطر بتاعنا ده أكتر واحد قطع كور النهاردة في المباراة، وأكتر واحد كان بيطلعك بهجمات بطريقة أحسن. 7. محمد مجدي قفشة أداء معتاد يعني، أداء أقل من المباريات اللي فاتت يعني. 4.5. أتمنى أحسن من كده. بيرسي تاو النهاردة كان في كذا كرة جاتله بس كان بيطولها، وفي كور لعبها كويس جدا، وفي كرة عبد القادر كان لعبها له فوق راس إسحاق يعقوب، وخدها وزقها لنفسه بطريقة حلوة، بس الكرة كانت طويلة. يعني في القرارات بتاعته الدربكة دي فياخد 5. أحمد عبد القادر العالمي جون جميل جدا. جون جميل جدا، والفعالية بتفرق. يعني انت لما تبقى فعال وتستغل كل الفرص اللي جاية لك بتنهي بطريقة كويسة. أحمد عبد القادر ياخد 7.
اداء جميل، مستنيين منك اكتر من كده واحسن من كده وتبقى فعال اكتر على المرمى. المهاجم بتاعنا اللي انا زعلان حرفيا عليه لانه يعتبر من اكتر اللعيبه اللي بحبها في الاهلي، يعني نفسي تستعيد مستواك وحالتك النفسيه، يعني حاسس ان حاجز نفسي كده بسبب تضييع فرص. يعني فوق نفسك ورجع الثقه لنفسك، وانت مهاجم تقيل. بس صفر. محمد شريف صفر. احمد القندوسي تبديلات، مم، ياخد 5. بس هو عنده حتة الاستعجال دي، لو يعدلها. وبيضغط حلو جدا، ولما الكرة بتتقطع منه بيضغط وبيرجعها بسرعة. بس هو عنده حتة الاستعجال، او النهاردة عمل اسيست جميل، يعني يديله ثقة في المباراة الجاية. بس يعني لازم يهدي من نفسه في حتة الاستعجال دي، ويبقى عنده صبر ويركز اكتر من كده. كهربا 6 يعني. جاله كورتين. كرة كان في وسط 3 مدافعين قطعوها، والكرة التانية كندوسي لعبها له نهاها بطريقة جميلة جدا. كريستو، أنا حاسه يعني لعيب كويس جدا. بس هو لازم ياخد وقت أكتر من كده، ولازم ياخد فرصة أحسن من كده. وقدام هيفيدك جدا يعني بإذن الله. يعني كريستو 4. محمد فخري وطاهر نزلوا في وقت يعتبر يعني قليل جدا، فلا تقييم ليه. في نهاية الحلقة، مبروك مليون مبروك للأهلي، ووصلت العادية. أحلى عادية دي أقسم بالله يعني. فوز مهم جدا بيقربك من بطولة الدوري، وإنك تنهي وتريح اللعيبة بتاعتك وتبقى فرصة كويسة. لعيبة تانية تاخد فرص و... وانت يعني الحمد لله ابتديت المباريات اللي هي الفرق الصغيرة اللي كانت اللي انت كنت بتعاني منها الموسمين اللي فاتوا. انت دلوقتي يعني معاك مدرب الحمد يعني كويس جدا الحمد لله، بيقدر يكسبك قدامهم وكمان سكور وتبقى ضغط. وحتى لو ما انت بتديلهم الكورة بتبقى عارف ان اللعب بتاعهم هيبقى سلبي، لا هيعملوا خطورة عليك ولا هيوصلوا بهجمات اللي هي مثلا ترعبك او تدربك الدفاع بتاعك. الحمد لله. فوز مهم، مليون مبروك الاهلي، وقربنا نحسم الدوري باذن الله. السلام عليكم.